الإسكندرية تقدم زي النهاردة. تاريخ من الماضي بساعة اليوم، كان فيها أحداث تحتاج ألبوم نحكيها في وقت يعدي قليل، لكن فايدته لسنين حتدوم. زي النهاردة. كلمات المقدمة إهداء الشاعر أحمد الحملة. زي النهاردة إبراهيم عبد العزيز، أماني أبو السعود. أهلا بكم أصدقائي، وجولة جديدة مع بعض أحداث كانت زي النهاردة 13 سبتمبر. عام 1931 قامت القوات الإيطالية باعتقال زعيم المقاومة الليبية للاحتلال الإيطالي وإعدامه بعد محاكمة سريعة خوفا من ثورة الشعب الليبي. وكان البطل عمر المختار قد أذاق القوات الإيطالية خسائر كبيرة جعلها تركز كل جهودها للتخلص منه. عام 1979 رفع علم مصر فوق منطقة الانسحاب الثاني من سيناء. زي النهاردة من عام 1994 اختتمت أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة في الفترة من 5 إلى 13 سبتمبر، وكان المؤتمر الأول من هذا النوع قد عقد عام 54 بمدينة روما، والثاني عقد في بلغراد عام 1965، والثالث في بوخارست عام 74، والرابع بعد 10 سنوات وكان في مكسيكو سيتي. وقد وضح هذا المؤتمر جدول أعمال السكان وتنظيم الأسرة على مدى 10 سنوات. وكانت الدكتورة نفيس صادق المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان الأمين العام للمؤتمر. وقد وجهت عدة بنود في الوثيقة التي أصدرها المؤتمر باعتراضات كبيرة من عدة دول ومن الفاتيكان، مما أدى إلى وضع هذه البنود بين أقواس قبل مناقشتها في القاهرة. زي النهاردة إبراهيم عبد العزيز، أماني أبو السعود.